كل حديثك لغاية دلوقتي بتتكلم على انك موسيقار، لكن انت برضو بتنسى جانب مهم جدا، انك انت بتغني وصوتك حلو. عايز اعرف رحلة الغنى دي ايه؟ انا ما كنتش ناوي اغني خالص، يعني موضوع الغنى ده ما كانش في دماغي نهائيا. كنت بدندن كده وانا صغير، والناس بتحب الله مش عارف ايه، دندندك لذيذه. بس انا كنت شايف ان دايما المغني ده عليه لود كبير جدا، مسؤوليه كبيره جدا، ولازم يبقى بيتكلم مع الناس، ولازم يبقى له شكل وباين قوي في الاضواء. وانا مش الشخص ده خالص. انا شخص بحب اعمل حاجه بتاعتي لوحدي مع نفسي، وهبقى مبسوط لو شويه ناس سمعتهم عجبتهم. انا بحب المزيكا وبحب الجيتار وبحب التاليف المزيكا نفسها، وده كان حاجه كنا بنعملها في الفرقه زمان، ان احنا كنا بنالف مزيكا بس. لكن المزيكا بس ما كانتش كافيه برضو بالنسبه لي. الغنى بيوصل حاجه المزيكا ما بتوصلهاش برضو. فرحت مغني اغنيه في مره اللي هي اهو ده اللي صار في حفله، ولما سمعت قلت والله صوتي حلو مش وحش يعني، او مش حلو، هو صوتي مختلف. اللي انا حسيته ان هو صوتي مختلف عن اللي موجود، فحسيت ان هو مفيش مانع ان الواحد يغني له اغنيتين كمان كده ولا حاجه. وفضلت برضو على مضض كده مع الايام بقى، ومع فكره ان الواحد دايما متصدر ان هو ماسك الميكروفون وقدام الناس ولازم يكلمهم. ابتديت احس ان هو لا، انت مكتوب لك ده، ابذل فيه بقى مجهود وصدق نفسك شويه ان هو انت بتعرف تعمل ده. واول ما ابتديت ادي لنفسي الفكره دي، وان هو خلاص يعني انت بتعرف تعمل ده، حسنه بقى، اعمله احسن. طبعا الموضوع اختلف نهائيا. اول ما ابتديت احس بالفكره دي بقيت بغني. فهي فكره ان انا ابتديت اصدق ان هو ده اللي انت بتعمله، وهو ده اللي انت عايز تبقى احسن فيه. هو ده اللي دفعني بقى ان هو انا خلاص بغني يا جماعه، انا اسمي مغني. دايما بيقولك لما الواحد بياخد طريق زي ده بيبقى فيه زي ايه تحديات او فيه مخاوف. ايه بقى المخاوف اللي كانت عندك، وايه المخاوف اللي خلصت منها، وايه اللي فاضلين لغاية دلوقتي؟ هي المخاوف دي ما بتنتهيش للاسف الشديد. المخاوف اللي كانت عندي شكلك هيبقى عامل ازاي، دي كانت من اكتر الحاجات اللي مخوفاني. عايز اقول لك، هل شكلي هيجذب؟ طب هل صوتي هيجذب؟ هل طريقتي هتجذبهم، ولا هيقعدوا يتريقوا عليا؟ في مغني يبقى من غير شعر كده اصلا؟ حاجات كلها سالتها لنفسي. وكان في ناس صحابي كتير بيقولوا لي ده، يا عم هتطلع كده يعني المسرح كده وانت من غير شعر؟ فاهمة؟ بس انا كنت الحاجات دي على قد ما هي مخوفاني، على قد ما كنت بتحداها شويه. ان هو لا، بس انا عندي حاجه تانية ممكن تجذبهم غير ده، طريقه معينه وكلام انا عايز اقوله وصوت معين ممكن يوصل لهم، مش هيوصل لهم من اي حد تاني شكله حلو. فدي حاجه من اللي كنت قلقان منها جدا. حاجه تانية ان هو يبقى عليا المسؤوليه الفظيعه بتاعه المغني. بعد شويه انا حبيت الفكره دي، ان انا اخبط الباب ده، ان انا لا، انا عايز اثبت نفسي في الحته دي. مش نفسي بقى كصوت حلو او كمؤلفاتي حلوه او كده، لا، انا عايز اثبت نفسي ان انا شخص اقدر اتحدى ظروف معينه مفروض علينا كلنا، وانا عايز اكسر الموضوع ده واعمل حاجه تانية خالص وانجح فيها. ده كان اقوى شويه من الخوف، ده كان بيحركني اقوى شويه من الخوف. في